تآمنوا بها، وقلت بأن هذه الأمور ستصل. إذا أنا والله العلي العظيم حينما أنظر إلى هذه المشاهد راهم يزكي الكلام اللي قلته، يعني باش غدا التمجيع عندي لا، والأمر راه كاين بين الأنظمة وليس الشعوب. ها الشعب أظهر حقيقته، لذلك يجب أن نتحمل المسؤولية. ربما آن الأوان، والرسالة اللي نبغي نوجهها سيأتي، عفوا يا إدريس، سيأتي من يقول لك هذا جمهور رياضي في ملعب لا يتجاوز 20,000. أي شعب؟ نعم، وهو الغالبية الشعب هكذا. أنا أعرف بأن المسألة ديال الشغب على مستوى الجمهور متواجدة حتى في أرقى الشعوب، وخير ذلك الهوليغانز في الأمم، يعني في بريطانيا معروف بطبيعة الحال، زيد عليها الألمانيين الأرجنتينيين. لكن هذا الشعب هذا مع الأسف انه لكثره الاضطهاد. يا ادريس ابتعد عن كلمه شعب، لو ممكن ينزلوك مثل البارحه. نعم. نزلوا واحد. المجتمع. لذلك هذا المجتمع هذا اللي في الجيران ديالنا، بحكم انه مورس عليه الاضطهاد، فهو يحاول ان ينفث على كرباته ويحاول يخرج هذيك المكبوتات اللي عنده بطبيعه الحال. انا الرساله اللي نبغي نوجهها في بدايه هذا اللايف هو هذيك آن الأوان، هذيك المثاليه، ربما في اطار دفتر تحملات للمملكه لاظهار علو تعبئه التكسير. ربما شي مايك محلول. اذا هذيك المساله ديال المثاليه، ونحن ومساله الضيف والرقي ونوصلوا لمستوى عالي، لا تخدم مع جميع الشعوب. هناك استثناءات، كاينين الناس فريسانهم مازال يعيشوا في العصور ما قبل التاريخ. ما يمكنش تنزل واحد البروتوكول على نفس الشعب، ما يمكنش دير تجربه على جميع العينات، وبالتالي هذه النوعيه هذه مستثنى منها. انا لما تجيب ايوه لحظه، انت تريد ان تستثني الجمهور الجزائري. طيب مثلا لو انك وزير للرياضه، نفترض تم تعيين الاخ ادريس العلمي وزيرا او مسؤولا بعد الاقجاع مباشره، ايش ممكن تدير؟ يعني تمنع المنافسات بينكم وبينهم؟ لا، اول حاجه ممكن نديرها انا كمغربي هو فرض الفيزا الالكترونيه على جميع هذا الجمهور اللي غادي يدخل. خاصني نعرف هذا الجمهور هذا والعينه ديالو نعرفها انا، ولازمني تكون عندي الريزيرفاسيون ديال التيكي ديالو. انا ما حالش الدوله جمعيه، انا راني حاط فلوس تما واستثمارات كبرى ينهجوها المغرب. انا احمل المسؤوليه الى الدوله المغربيه. علاش تعطيه انت يا هذا تيكي فابور نورمال؟ مش وصلوا هو التيران. اذا واحد راسه حابس يقول لك والملعب اسمه المسيره الخضراء. كرم الضيافه المغربيه. لا ليست هناك كرم ضيافه. لا، يجب ان نعاملهم بما عملنا. ما يمكنش انا الجمهور ديالي يمشي يتم استفزازه وحجزه وتحيد لي ما عرفت شنو دير له، ملي نجي انا نهزك في حافله نديك حتى التيران. لا اخويا، هذه لا تجوز. هذه هي المساله التي اغضبت جميع المغاربه، ونحن نناشد السلطات المغربيه انها تكف من هذه البساله هذه. ماذا تطالبونهم؟ انا اطالب السلطات المغربيه لا داعي لممارسه هذه الاستفزازات. لقد سئمنا منها ولا سئمنا منها صاحبي. كيف تريدهم ان يتعاملوا مع الجمهور الجزائري؟ كيف تريد بعد الفيزا؟ خليني اكمل هذه المداخله. الله يجازيكم بخير. انا اوجه ندائي الى السلطات المغربيه، الله يرحم لكم الوالدين. هاد ما عرفت غادي نقول شي كلمه ماشي ليه. هاد العينه من البشر اللي كاينه هنايا في الجنب ديالنا لا تستحق هذه المعامله. ناس مراد ديال بسيكوبات، ناس خامجه عقليه راسها حابسه. ما يمكنش تعاملوا بادب، باسكو هو ما مولفش على الادب، هو مولف على الرجاس وعلى النحاس والكاسكيطه. هذا مولف على العشريه السوداء ومولف يخليوه ضاربوه. فما يمكنش تجي تعاملوا انت وتدخلوا من المطار وتقول له تفضل ها هو الباص اللي غادي يديك، وكي توصلوا تمايا وانت كتشوفه ملتم راه بقى خاصو غير السيف ولا خاصو غير بيستولي ومدخلوا التيران. انا والله العلي العظيم هذوك المسؤولين اللي كانوا واقفين عند الباب ديال التيران، بالله عليكم غير اعطيني انت كيفاش سمحت لك نفسك نورمالمون. واش وصلوا حتى لهاد الدرجه هذه؟ انا بعدا انا راسي حبس نورمالمون. انا هاد الناس هادو انت ما عندك ريزيرفاسيون ديال ما عندك ريزيرفاسيون دوطيل، ما عندك ريزيرفاسيون ديال البي ديال التيران، وجاي غير حال فمك طالقه تسرح جاي للمغرب غير هكاك. لذلك يا السلطات المغربيه الله يرحم لكم الوالدين، راه ليس هكذا تورد الابل. لازم انها تكون امور صارمه.
هاد البشر هادو ما معاهمش المساله ديال الرقي والرفع، ولا ربما لكي نظهر لهم هاد الناس. طيب سي ادريس، عفوا انا مضطر اقاطعك، قل لي ما هي الخطوات التي تراها عمليه للكف من هذه الاستفزازات الجزائريه مثلا؟ الخطوات بسيطه. هاد الناس هادو كي يدخلوا للمغرب لازم انها تكون اننا نعرفوا هاد العينه هادي، ولازم انه يكون عنده الريزيرفاسيون، عنده التيكي. او انت ما عندكش تيكي ديال الماتش وداخل المغرب، ما عندكش يعني حتى فلوس باش تهز طاكسي وحنا نشوفوك جيت الاسفي باش دير طابور على تيكي. انت دير طابور اصاحبي، خليتي الطابور في وهران وفي العاصمه وجيت دير طابور في اسفي باش ديكي التيكي وتجي تطلع لي انا في لايف وتقول لك حنا شواكر ديال لافريك. ايوا خلص غير تيكي ديال المقابله ما عندكش نورمال. وعلاش المغاربه ملي مشاو للجزائر تعاملوا بالمضايقه وخرجوا بعد حتى اللاعبين والسيموطي راه قالها. علاش حنايا يتم مضايقتنا في الجزائر وانتم جايين بالبرارد والحلوى والسلام عليكم وطلع في تران وطلع في طياره وطلع؟ علاش حينما نساء الينا بهذه الدرجه؟ يا الاخوان ارحمونا، الله يرحم لكم الوالدين. لا نريد هذه العينه من هذه البشر هذه تعاملوا بهذه الطريقه. عندك تيكي مرحبا، عندك ريزيرفاسيون دوطيل مرحبا. وانا هاد البشر هادو اللي عرض على واحد يجي حتى لدارو، انتم شويه لاباس. انت راك تسير عكس الدوله نورمالمون، دايره فنادق وخاسره 14 مليار ديال الدولار غير على مستوى التهيئه ديال السكك الحديديه والطيران. يعني المغرب راه حاط 40 مليار ديال الدولار في اطار بنيه تحتيه، وتجي السلام عليكم تعال عندي هنا ياك المرضين مزيان بحالكم. هذه هي الثقافه وهذه هي المغربيت وهذا هو السير مع الدوله نورمالمون. يعني انت لو كان كل مغربي فينا غادي نضايفوا حنا الاجانب، وعلاش حالين حنا الدوله للسياحه؟ وعلاش المغرب كيدير؟ المغرب حط استثمار السيمانه اللي فاتت ب4 ديال المليار من اجل انتاج 24 وحده فندقيه في المغرب. تجي انت تصطادفوا في دارك وتجي تقول لي اسفي ما فيهاش قطاع صحي، لا اسفي ما فيهاش المدارس، وانت خلا دار باباها. انت واحد تساهم بطريقه سلبيه وتجي تبكي عليا انا في لايف لا اسفي ما فيهاش طرقان، وانت هو السبب. نحن كالشعب راه حنا السبب. يجب ان يكون هنا، وانا احمل القطاع ديال السياحه والوزارات الوصيه اللي ما بغاش تخرج من عقر دارها، وحتى اعلامنا اللي ما تمناه لعدوك مازال ما بغاش يفيق. إن متى سنصل الى درجه السيفيليزاسيون ونحسوا الناس ونوعيوا الناس؟ نبقاو حنا نحلوا عليكم لايفات، انا مسالي نحل عليك لايف والدوله ما كايناش. انا نورمالمون تبقى غاديين غير هكاك. نحن لا نوجه السلطات المغربيه في اطار انزلاقات. واش بغيتوا تطيح ارواح ونوليو نهزوا بنادم في البياصات ونوليو غاديين 200 ديال البشر مقتوله ولا كيفاش؟ واش بغيتوا نوصلوا لهذه الدرجه؟ راه هذا اللي كديروا. نحن نطالب السلطات باحترام الناس. تجي وصلت للتيران ونقطع ليه التيكي، شكون هو؟ لماذا؟ غير لو فيت انه جزائري حتى لا ندخل في الحزازات ويبقى يغوت برا ندخلوا انا. واش داه يوصل اصلا بعدا من المطار ديال كازا حتى الاسفي مو نورمال؟ طيب سي ادريس يعني انت مثلا فهمت منك انك تطالب سلطاتكم المحليه بفرض الفيزا وايجاد قوانين صارمه، والا يستضاف المغاربه الجزائريين في بيوت المغاربه وان يسكنوا في بيوتهم. طيب انت ما حليت المشكله. حتى لو فرضت الفيزا هي تركيبته هكذا عنيد، يعني ستحصل نفس المشكله. يعني انا ارى ما رايك ان تتبنى انت انه لا تلعبوا معهم ولا هم يلعبوا معكم، ولا تروحوا عندهم ولا هم يجوا عندكم؟ صافي يا اخي يديروا مكان محايد سيدي. نمشيو نلعبوا في السودان. حنا ما بقيناش باغيين نلعبوا معاكم نورمالمون، نلعبوا في السودان. هذه المساله ديال تسييس وما تسييس ولا وجوب العقليه الاستخباراتيه وهذه الخرطه هذا غير نساه. ما كاع ما تدخلوا هذا الموضوع هذا ديال كذا ولا هذا. يجب الخطا وقع من المغاربه. نجيك من الاخر. هاد الناس هادو يجب كان تحترم معاهم القانون. المسطره حنا ما حاليناش الجمعيه استاذي. هذا الشيء وصل تيران انت منزلوا في كازا وتعلموا بانه ما عندوش تيكي وتركبوه في الحافله ودي تما. ما مولفش هو كشعب على هذا المستوى من الرقي. هو مولف يدير طابور على ساشي تاع حليب ويفيق ولازم يدي الزرواطه ولازم يبقى كيما هاك. هذا مولف هو هكا عقليته تربى ل6 سنوات انه يبقى بحال هكا. انا عندي رساله اخيره قبل ما نسالي هذه المداخله ديالي. نعم الله يجزيكم بخير. على المستوى الامني الامور والمغرب يعرف هذه الامور. انا نجي في المساله ديال النقاش ديال هذه المواضيع ما نبقاوش ندخلوا في مساله استفزازات. نعم الخطا وقع
والسلطات المغربيه نحن نطالبها بفتح تحقيق وتعطينا. اما واحد يتم جاي لك انا في لايف، واحد حابس في عين تيموشين ما عندوش حتى الكونيكسيون ربما 15 يوم بلا ما، ويجي يقول لك الجمهور ديال اسفي هو اللي دخل الاول. ياك المرضي انت عندك سباي اكس كنتي حاضر تمايا بطياره ديالك، يجب على السلطات والاتحاد الافريقي هو اللي يعطينا التقرير ويتم افراغ الكاميرات، وبعد ذلك عاد ندويو. ما تمشي غير فمو شنو قال ولا هذا ولا. اما اللي غادي يجي يقول باننا السبته والصمته وضربوا المغربي، راه شلنا فتح معبر هرمز على الهواء مباشره، ونتمنى ان هذيك الصوره تجوب كل التيك توك حتى تعرف انك كنت دائما هكذا. اذا الى هنا تنتهي المداخله ديالي، وان شاء الله نعود في لايفات قادمه. حياك الله. شكرا، الى اللقاء. تفضل اخي الجزائري.